انا من حقي ان امنعك انك تزور اهلك حتى لو ابوك بيموت، وانا من حقي انك تجيب لي خدامه ليا في البيت، وانا من حقي ان لما اطلبك تجي لي على طول حتى لو عارفه، وانا من حقي انك تدفع لي مهر كله دلوقتي، وانا من حقي انك اتجوز عليك من غير سبب، وانا من حقي اخد فلوس تمن رضاعه عيالك، وانا من حقي تسمعي كلامي مهما كان، وانا من حقي. بس بلاها الجوازه دي. ايوه هو ده الزواج في الإسلام. آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. للأسف ناس كتير دلوقتي شايفة إن الجواز عبارة عن معركة بين الرجالة والستات على السيطرة، ومين هياخد نصيب أكتر من التاني، والأخطر إن كل طرف شايف نفسه مظلوم، وإن الطرف التاني مفتري وظالم، ولازم أأمن نفسي كويس لما يغدر بيا. الحقيقة دي مش جوازة، دي حرب، وللأسف بتنتهي بالفشل. خلينا ناخد الموضوع من الأول. إحنا بنتجوز ليه أصلا؟ يعني ايه اللي يخلي انسان عاقل رزين محدش مسيطر عليه عايش حياته بالطول والعرض انه ياخد قرار صعب زي ده وبكل ارادته يدخل انسان تاني في حياته ويكون مسؤول عنه، والانسان ده بيكون توأم روحه حرفيا معاه في كل ظرف في حياته، عارف كل حاجه عنه ومش بيخبي عليه حاجه، واي حاجه يعملها الطرف ده بيأثر على حياته جدا حتى لو ما كانش طرف فيها نهائي، بس لمجرد انه زوجها او مراته. الاجابه الوحيده اللي الدنيا كلها اتفقت عليها هي الونس. لو مش مستوعب، احنا فعلا بنتجوز عشان الونس. الانسان كان اجتماعي بطبعه، بيحتاج دايما للونس، ما بيقدرش يعيش لوحده، يتكلم معاه، يشاركه تفاصيل يومه، يحكي له حاجات ما يقدرش يحكيها لاي حد تاني. مش عاوز نصيحه بس الطمانينه. ممكن حد يقول انا ممكن اعمل كل ده من غير زواج مع صاحبي مع صاحبتي. اقول لك خلي بالك، دي حاجه ضد الفطره اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بيها. ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم في سوره الروم عن الزواج قال: خلق لكم من انفسكم، يعني منكم انتم، حته منك، يعني مراتك او زوجك بيكون حته منك، والونس هنا مش انت اللي بتعمله، ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيزرعه فيكم انتوا الاثنين. خلي بالك، الموده والرحمه دي مش الحب، لان الحب اناني. انت لما تحب حد بتبقى عاوز منه حاجه او بتحب فيه حاجه معينه، لو ما خدتش اللي انت عاوزه او ما لقيتش اللي انت عاوزه الحب ده للاسف بيروح، واحيانا بل غالبا بيتحول لكره. ربنا سبحانه وتعالى جعل بين الزوجين حاجه اجمل من الحب: السكينه والطمانينه، انك تكون مرتاح مع شريك حياتك، بتعاملوا بعض بما يرضي الله، بتكون على طبيعتك. خلي بالك، على طبيعتك يعني مش بتتصنع ولا بتمثل، علشان دي نقطه مهمه هنوضحها بعدين. فيبقى ده هو الغرض الحقيقي للزواج. طب ما في دلوقتي حالات طلاق كتير، ايه السبب؟ اقول لك ده اهم نقطه في الفيديو، ركز معايا عشان الكلام الجاي مهم. احنا للاسف بنتجوز غلط. فعلا احنا مش بنتجوز صح، ماشيين بالعكس في كل حاجه. اولا النفسيه اللي بنخش بيها مشروع الجواز. يعني ايه؟ انت لما تعوز تتجوز او انت لما تعوزي تتجوزي بتدور على شريك حياتك ازاي؟ الكلمه المشهوره بتاعت ده شر لابد منه دي في حد ذاتها كارثه. انت من الاول خالص داخل بنفسيه غلط، كانك داخل ماتش كوره مغلوب 5-0. لكن الاسلام علمنا ان احنا بندخل مشروع الجواز ده بنفسيه انه يا رب انا عاوز ارضيك، يا رب انا بسمع كلامك وكلام نبيك صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لان الزواج اعف للبصر واحصن للفرج. وقال ايضا: النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. واحاديث تانية كتير. انت لما تخش مشروع الزواج بالنفسيه دي، انت مش بس داخل المشروع ده وانت متعادل، لا ده انت داخل وجايب كذا جون كمان. انت حرفيا بتقول يا رب انا داخل مشروع الجواز ده علشانك انت، فيا رب اعني. يعني رميت حمولك كلها على الله. فاللي هتتجوزها ديت مش هتتعب معاها. ليه؟ علشان انت قاصد ربنا سبحانه وتعالى من الجواز ده، وامر ربنا كله خير. ربنا عمره ما هيضيعك. ملحوظه: لو انت مش مستعد للجواز نفسيا ما تتجوزش مهما اللي حواليك ضغطوا عليك. ما تدخلش المشروع ده بنفسيه مش سليمه، علشان هيكون مشروع فاشل من قبل ما يبدا. وما تسمعش كلام اللي يقول لك هتتغير بعد الجواز. لا يا حبيبي، انت مش بتتغير، انت بس بتتأقلم. الامر الثاني هو معايير الاختيار. انت وانت بتختار شريك حياتك، انت مش بتختار حد تتعارك معاه، انت بتختار حد ترتاح معاه. يعني اولوياتك في اختيار شريك حياتك قايمه على الراحه. وخلي بالك، راحتك انت مش راحه حد تاني، اصل انت اللي بتتجوز. طب اعرف الراحه دي ازاي؟ اقول لك هذه الحاجه الوحيده اللي ملهاش كتالوج. كل انسان فينا ليه مواصفاته وخياراته في شريك حياته، وانت حر فيها تماما، واياك تخجل من اي حاجه تطلبها في شريك حياتك. يعني انت عاوز مراتك ملكه جمال موظفه من اعلى طبقه اجتماعيه، انت حر تماما. وانت لو عاوزاه وسيم وغني او حتى طيار برضه حقك تماما. بس اوعى تغفل حاجه مهمه، ان الزواج ده علاقه تبادليه. يعني زي ما هتاخد هتدي. لو انت مش هتعرف تدي الطرف الثاني اللي هو عاوزه، هو مش هيعرف يديك اللي انت عاوزه، وبكده بنحكم على العلاقه دي بالفشل. فنصيحه: خليك واقعي في طلباتك، ما تطلبش اكتر من امكانياتك. مش عيب انك تكون عارف امكانياتك كويس، بالعكس دي حاجه ايجابيه. انا عارف انا اخري ايه، وايه اللي انا عايزه من الطرف الثاني، ايه اللي ممكن اقدمه، وايه اللي انا منتظره من الطرف الثاني، الاساسي اللي مش ممكن اتنازل عنه، والفرعي اللي ممكن اتغاضى عنه. وده بيوصلنا للعنصر الثالث اللي هو الصدق. اغلب الجوازات دلوقتي بتبوظ عشان خاطر الكذب. كل طرف بيجمل نفسه قدام الطرف الثاني ويداري عيوبه ويرسل لنفسه صوره ملائكيه، اما علشان يبهر الطرف الثاني او علشان الكارثه اللي مسيطره على دماغ الشباب اللي هو شكلي منظري قدام الناس، وفي الاخر بتعك على دماغه هو. يعني اعمل ايه يعني؟
بسيطه، خليك على طبيعتك، اوعى تتجمل، عرف امكانياتك بكل وضوح. وامكانياتك مش بس الماديه، النفسيه اهم بكتير. يعني انت لو بتتنرفز او في حاجه بتضايقك جدا لازم تعرف الطرف الثاني، وده مش بيقلل منك، ده بيعليك. بس مهم تكون محترم ولبق في كلامك، علشان عارف ان في ناس مستفزه وبتعبر عن النقطه دي بطريقه منفره جدا. انت فلانه هتعيش معاها، شوف هي عايزه ايه وانت عاوز ايه بكل احترام ووضوح، وما تتكسفش من طلباتك. لو رحت لاكتر انسانه متدينه في الدنيا لكن شكلها مش عاجبك ما تكملش، لان الزوجه مهم جدا انها تعف زوجها. وايوه، الجنس من اهم الاسباب في الزواج. ولو عاوز تعرف تفاصيل اكتر روح شوف فيديو الجنس اللي انا عملته، هحط لك اللينك بتاعه في الوصف. نفس الكلام برضو للبنت، لو الشاب اللي جاي لك مش مرتاحه ليه او مش مقبول بالنسبه لك ما تكمليش، علشان الشيطان ما يلعبش في دماغك. وده بيقودنا للنقطه الرابعه، الشيطان والمقارنه. بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي عندنا فيروس قوي جدا ان الناس بتحط حياتها كلها على السوشيال ميديا، بغض النظر ان اغلب اللي بنشوفه ده غير حقيقي، وان الناس دي بتمثل علينا السعاده والغنى. لكن هنفترض الناس دي عايشه فعلا كده واللي بنشوفه ده حقيقي. طب واحنا من؟ وانا حياتي شبههم؟ او انا اصلا عايش في الدنيا علشان اوصل اكون زيهم؟ لا ابدا، ده مش الهدف من حياتنا اساسا. احنا موجودين في الدنيا الشويه اللي هنعيشهم، سواء كانوا سنه 10 100 سنه حتى، علشان نبني لدار البقاء اللي هي الجنه عند ربنا سبحانه وتعالى، المكان اللي ربنا سبحانه وتعالى وصفه انه بدار الخلود، واللي مش هتبني الا بعملنا في الدنيا، وان الدنيا دي دار شقاء وتعب، وان الراحه في الاخره. فانا مش هدفي في الحياه ان اكون اغنى انسان او اسعد انسان، او ان انا ابني لعيالي افضل مستقبل. والكلام هنا مش بيخلص، ممكن نبقى نتكلم عنه في فيديو تاني. لكن عشان موضوعنا، فان مقدار السعاده بين اي زوجين سواء على النت او حتى في الحقيقه دي حاجه خاصه بيهم. انا مش مطالب ان احقق نفس القدر من السعاده والرفاهيه اللي عندهم. مثلا فلانه جوزها جاب لها قصر، ربنا يبارك لهم، انا مش زيهم. فلان مراته ملكه جمال، الله يبارك له، مراته مش داخله منافسه معاها. فما تدخلوش الشيطان في حياتكم، ارضوا بنصيبكم اللي هو حلو والله، بس الشيطان ضحك عليكم. او تكون ما عملتش الخطوه الثانيه، انك ما اخترتش صح، تكون اخترت اللي انت عاوزه مش اللي انت محتاجه. ولازم تكون عارف الفرق كويس، تشوف ايه اللي حياتك حرفيا هتقف من غيره، وايه اللي ممكن تستغنى عنه. اخر حاجه بقى اللي هي الضمانات، ودي لب الموضوع. لما تسال بنات وشباب كتير اليومين دول وتقول لهم ايه مشكلتكم مع الزواج، يقول لك احنا مش ضامنين الطرف الثاني، ده ممكن يعمل كذا وكذا وكذا فلازم أأمن نفسي. اقول لك انت مبدئيا كده ما عملتش ولا خطوه من اللي فاتوا، لا دخلت مشروع الجواز ده بنفسيه صحيحه، ولا احسنت الاختيار، ولا كنت صادق مع نفسك وسمحت للشيطان انه يبرطع في حياتك. هتقول لي ازاي يعني؟ ما انت لو نفسيتك صحيه مع ربنا سبحانه وتعالى ومختار صح وكنت صادق في علاقتك ومستعيذ بالله من الشيطان، فانت محتاج ضامن اكتر من كده ايه؟ مشكلتك انك بتكسل في الخطوات دي، فتنصدم في خطوه الضامن انك ما تكونش ضامن حاجه. وانت بتتجوز انت مش محتاج ترغم الطرف الثاني على حاجه، لو ما لقيتش اللي انت عاوزه امشي بكل شياكه واحترام. خلي بالك انت مش مستشفى، يعني لو حد فيه عيب انا مش قادر استحمله انا مش مطالب بتغييره، انا مش هستحمل كده، معليش ذنب ولا وزر. انا عايز اتجوز عشان اكون مرتاح، مش مرهق عصبيا ولا مستنفذ عاطفيا. ده الضمان الوحيد ان اكون شايف المستقبل كويس. طب يعني كل اللي جوازاتهم فشلت دول غلطانين؟ لا ابدا، ممكن تعمل اللي عليك، بيكون نصيبك كده، ده ابتلاء من عند ربنا ليك انت لوحدك وثوابه عند الله. طب افرض عملت كل الكلام ده وتاخرت عن الجواز، اقول لك مش مهم، نصيبك كده. احنا كل اللي علينا ناخد بالاسباب وندعي ربنا والنتيجه بتاعته منين ما ربنا يأذن. وخلي بالك اي تجربه فاشله تمر بيها ممكن تاخرك بكتير جدا اكتر من التجربه الناجحه المتاخره منين ما ربنا يأذن. وخلي بالك اي تجربه فاشله تمر بيها ممكن تاخرك بكتير جدا اكتر من التجربه الناجحه المتاخره. لو شايف ان الموضوع ده محتاج كلام تاني او في نقطه تانيه عاوزنا نتكلم فيها او مش مفهومه عرفني، حتى شايف ان انا غلطان في حاجه عرفني على طول، جل من لا يسهو كلنا بشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين. انا كده خلصت، سلام عليكم.